لو انت لسه جاي انجلترا جديده او بتفكر تيجي انجلترا، في صعوبات ممكن تقابلك مفيش حد بيقول لك عليها. في الفيديو ده هقول لك ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهها وازاي تتعامل معاها من خلال تجربتي انا الشخصيه في اول فتره ليا في انجلترا. ده الفيديو الثاني من سلسله من الصفر في انجلترا. انا احمد سليم، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. قبل ما نبدا الفيديو بصراحه لقيت المكان هنا جميل، انا في ساتن بارك، قلت اصور لكم فيه. الفيو هنا تحفه بجد، ودي حاجه من المميزات القويه هنا في انجلترا، الطبيعه الخضراء والاجواء دي. الجو برد جدا بس بصراحه تحفه، المنظر تحفه. خليكم كده بصوا معايا، شوفوا الطبيعه عامله ازاي، يعني بجد بجد المنظر تحفه. فقررت بصراحه اصور لكم في المكان ده. يلا ما نطولش ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طبعا يا شباب الجو هنا بجد تلج، يعني درجه الحراره دلوقتي -3، وانا كمان ذكي جدا يعني نسيت اجيب الجلافز بتاعي فايدي متلجه. بس هعمل ايه؟ يعني انا حبيت اجي لكم هنا في فيو كويس، وزي ما انتم شايفين باجي بالبايك دي. دي عجله كهرباء، هتشوفوها في فيديوهات كتيره قريب يعني. فالمسافه بعيده للبيت، فمش هروح اجيب الجلافز واجي اصور تاني. فالمهم خلينا نبدا في الفيديو. بصوا يا شباب، هنا اول ما انا جيت انجلترا بصراحه في حاجات كتيره واجهتني كانت رخمه. كنت اتمنى فعلا حد يقول لي خد بالك من كذا او خد بالك من كذا، كانت هتوفر عليا وقت كبير. فانا في الفيديو ده هقول لكم حرفيا ايه الحاجات اللي ممكن تقابلك وازاي تتعامل معاها، لان انا مريت بالموضوع ده، فان شاء الله اقدر اساعدكم. فالصعوبه الاولى اللي ممكن تواجهك، ودي مهمه جدا وفعلا عطلتني كتير، هي الاي فيزا واثبات هويتك، انت مين. طيب الاول يا شباب، كان النظام هنا في انجلترا اول ما بتيجي بتاخد اقامه، هويه، بطاقه كده زي اللي موجوده في الامارات مثلا، او البطاقه بتاعه مصر، بيبقى مكتوب فيها بياناتك وصورتك وانت مصرح لك تعمل ايه والفتره المتاح لك تقعد فيها في انجلترا والكلام ده كله. دلوقتي الموضوع ده اتبدل من تاريخ 12 شهر 12 2024 بحاجه اسمها اي فيزا، الكترونيك فيزا. بقى الموضوع الكتروني، ان يبقى بياناتك وصورتك واسمك والحاجات المصرح ليك تعملها هنا في انجلترا والفتره اللي انت تقعد هنا في انجلترا بقت الكترونيه، ما بقتش هويه او بطاقه زي اللي موجوده عندنا في مصر. طب ده ليه صعوبه؟ ده ليه صعوبه جدا. يعني انا لسه جاي هنا مثلا انجلترا بتجربتي انا، انك تيجي تروح تفتح حساب بنك او تيجي تدور تشتغل او اي حاجه، انت عايز تثبت انت مين. ما هو عايزين يتاكدوا ان انت هنا قانوني في البلد. طيب انت لما تيجي تثبت انت مين، كان الاول بالهويه اللي هي البي ار بيز اللي كانوا بيدوها هنا من سنه، كان سهل تدي لهم الاقامه بتاعتك، تمام، انت كده عارفوا انت مين. انما دلوقتي انا مثلا مش معايا غير الباسبور المصري، فانك تدي لهم الباسبور المصري هم مش هيعرفوا انت مين برضه. ما الباسبور المصري ده فيه هويتك انت المصريه، بس ما فيهوش البيانات بتاعتك اللي هي هنا في انجلترا. بيبقى الموضوع ان انت لازم تدي لهم شير كود ويخشوا يدوروا على موقع الحكومه هنا، يشوفوا بياناتك تظهر قدامهم والكلام ده كله. السيستم لسه معمول بقاله سنه، فلسه المؤسسات يعني او الشركات او البنوك حتى مش ابديتد معاه، السيستم بتاعهم لسه مش متحدث. فدي مشكله كبيره انك تثبت انت مين اصلا. والمشكله بتاعتنا ان الباسبور المصري الجميل، يعني دي بس مشكله بصراحه انا مش فاهم ليه ما فيهوش بايومتريك شيب. بايومتريك شيب دي زي شريحه الكترونيه جوه الباسبور نفسه، يبقى متعرف دوليا بسهوله انك تثبت انت مين، ويبقى سهل انك تثبت انت مين. احنا الباسبور المصري بتاعنا ما فيهوش الشريحه الالكترونيه دي اللي هي بايومتريك شيب. فبقى بالتالي انا حرفيا في انجلترا ما بقتش عارف اثبت انا مين الا بصعوبه كبيره جدا جدا جدا. فحليت الموضوع ده ازاي واتعاملت معاه ازاي؟ ان انا قدمت على رخصه سواقه، وهي لما تجيلي ان شاء الله يبقى انا كده بقى معايا هويه هنا في انجلترا اعرف اثبت فيها انا مين، وبسهوله اقدر اتعامل. فدي اول صعوبه هتواجه اي حد لسه جاي انجلترا جديد. موضوع رخم، موضوع فعلا متعب، انك تثبت انت مين عشان تشتغل او عشان تفتح حساب بنك او عشان تخلص حاجه في مصلحه حكوميه او اي موضوع من ده. الموضوع بقى ياخد وقت كبير وصعب خصوصا للمصريين، لان زي ما قلت الباسبور بتاعنا ما فيهوش بايومتريك شيب، فمش بسهوله تثبت انت مين. يعني مثلا لو باسبور مغربي، باسبور اماراتي، باسبور سعودي،
الباسبورات دي كلها كويتي حتى ليبي، الباسبورات دي كلها فيها بايومتريك شيب، فتعرف تثبت انت مين، يعني كده الهويه بتاعتك دوليه. انما للاسف الباسبور المصري مش في النقطه دي، فدي كانت صعوبه، فاضطريت ان انا اقدم على رخصه سواقه انها تجيلي بعد كده اقدر اثبت انا مين بسهوله ان شاء الله. طيب دي كده اول صعوبه. تاني صعوبه هتواجهك، انت اول ما هتيجي هنا الحياه بارده، زي ما انت شايف الحياه فعلا بارده جدا، والناس مش اجتماعيه، مش هتلاقي ناس بتتكلم معاك كتير، تاخد منهم خبرات، تروح هنا تيجي هنا، طب تسالهم تعمل كده ازاي، تعمل كده ازاي. الموضوع صعب، الموضوع فيه وحدانيه شويه، تحس انك وحداني مش عارف تتاقلم. المؤسسات الحكوميه والحاجات دي عشان تخلصها ما ينفعش تروح ان بيرسون، اللي هو تروح تقف قدامهم كده انا عايز اخلص المصلحه الفلانيه، لا، كل حاجه بالتليفون، وبتنتظر وبتاخد ابوينتمنت وتنتظر دورك يجي وتروح وتخلص. فدي تاني صعوبه ممكن تواجهها. حلها الوحيد وده اللي انا بعمله الصبر، انك تبقى فعلا صبور ورويح في الموضوع ده شويه، لان ملهاش حل. الصعوبه الثالثه ودي مهمه جدا، وانا قلتها في الفيديو اللي فات، اللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوف في الاي فوق هنا، يقدر يرجع للفيديو اللي فات ويشوفه، ان انت بتبقى جاي هنا حرفيا بتبدا من الصفر. فانك مثلا تدور على شغل وتروح تشتغل، انت جاي سواء بقى كنت مهندس دكتور زي ما انا مثلا انا بيرسونال ترينر ومهندس ايا كان، انت جاي بلد لسه محدش يعرفك فيها، اللي مالكش هنا داتا او تاريخ قبل كده، مالكش هنا اكسبيرينس اللي هي خبره هنا في البلد، لسه محدش يعرفك. فبالتالي مثلا لو انت كنت شغال في بلد قبل كده مدير او سوبرفايزر، هتيجي هنا او مشرف، يعني هتيجي هنا عايز تبدا من نفس النقطه اللي انت انتهيت فيها في البلاد التانيه، لا صعب مستحيل. انت لازم تتقبل الواقع ان انت جاي في بلد حرفيا محدش يعرفك فيها، فبجد هتبدا من الصفر. ما ينفعش بقى يبقى عندك ايجو ويبقى عندك غرور اللي هو لا ما انا لازم اشتغل نفس ما انا كنت شغال قبل كده ونفس البوزيشن ونفس المستوى، مش هتعرف. لازم تتاقلم مع الوضع، انت لسه جاي بلد محدش يعرفك فيها، فعادي جدا انك بجد تبدا من الصفر في شغلك عادي، لحد ما الامور تتظبط وتبدا تبني تاريخك هنا وتبدا تبني الاكسبيرينس بتاعتك في البلد هنا. فدي تالت صعوبه، وحلها الوحيد انك تتقبل الموضوع ده وما يبقاش عندك ايجو، وانزل اشتغل اي حاجه عادي جدا في الاول. كل اللي هنا، يعني انا هنا قابلت شباب مصريه بصراحه، وقابلت شباب عربيه وشباب من جنسيات كتيره جدا مختلفه، افارقه، اوروبيين، اوكران، كل حاجه، حرفيا كله بدأ من الصفر. اول 6 شهور او اول سنه في البلد هنا بتتكحرت، بتبدأ من الصفر حرفيا. فان يبقى عندك القبول ان تعدي الامور كده بسهوله، وتبدا تشتغل تاني من الصفر، وتتقبل ان محدش لسه يعرفك هنا، والمفروض تبدا تبني الموضوع ده من اول وجديد، فدي حاجه عاديه جدا والمفروض تتقبلها. الصعوبه الرابعه الضغط النفسي والمادي. انت هنا بتبقى جاي سواء بقى بتبقى محوش مبلغ على جنب جاي بيه او ايا كان، حرفيا كل يوم لحد ما تبدا تظبط دنيتك بتلاقي الفلوس دي بتنزل وبتقل تقل تقل تقل، ما انت في متطلبات للحياه يعني بتبقى بتتعايش. فده بيسبب لك ضغط ان الفلوس بتنقص وانت لسه مفيش دخل جاي لك، فلازم تتاقلم مع الوضع ده. وان الضغط النفسي، انت جاي بلد جديده لسه ما تعرفش حاجه فيها، الفلوس اللي معاك بتقل، لسه ما ظبطتش دنيتك، ولسه مش عارف تتاقلم مع الكالتشر هنا اللي هو التقاليد والعادات مع الناس، مش عارف تندمج بمعنى اصح في الاول. المشاكل اللي هتبقى بتاثر عليك شويه نفسيا جدا، فلازم تتاقلم. هتتحط حرفيا في اول فتره ليك هنا في انجلترا تحت ضغط مادي قوي جدا وضغط نفسي قوي جدا جدا جدا. الضغط النفسي ده لوحده ممكن اصلا يخليك تقعد في البيت وما تعرفش تعمل اي حاجه وما تعرفش تنتج، تطلع تحاول لا انا هدور على اعمل كذا، انا هدور هنا حل، هحاول اعمل كذا. لو انت استسلمت للموضوع ده انك حرفيا تنهزم من الضغط النفسي او الضغط المادي، هتبقى بتكتب شهاده نهايتك هنا في البلد من قبل ما تبدا اصلا. فلازم تتاقلم وتكمل مع الموضوع، وحاول على قد ما تقدر تبقى عندك ثقه في ربنا ثم في نفسك ان انت هتقدر تعملها وهتقدر تعدي الفتره دي
بحلوها وبمرها، وان شاء الله ربنا يكرمك وهتقدر تكمل. قلت اغير لكم زاويه التصوير شويه، ها ايه رايكم؟ العجله بتاعتنا بس يا رب ايه ما تتسرقش. المهم خلينا نتكلم في النقطه الخامسه. الصعوبه الخامسه اللي ممكن تواجهك هي موضوع الشغل هنا. انت طبعا بتبقى لسه جاي هنا بلد جديده، بتحس في الاول وانت بتدور على شغل ان الدنيا مقفله، الدنيا صعبه، لسه مش عارف حد، ما عندكش علاقات، مش عارف تبدا منين، مش عارف قوانين الدوله نفسها قوي، فبتحس ان الموضوع صعب وتحس انك تايه كده. يعني تحس في موضوع ضرايب، في حاجات كتيره قوي هنا لسه ما بتبقاش ملم بيها. ده غير ان انت اصلا ما تبقاش عارف انت المفروض تبدا منين، فده بيشكل لك ضغط نفسي صعب، مش عارف تبدا منين، مش عارف تروح فين، مش عارف تعمل ايه. وتحس ان الموضوع صعب قوي انك تلاقي شغل. بس في الواقع الموضوع مش كده، انت بس الموضوع كله تعرف انت المفروض تبدا منين. فانا اتعاملت مع الموضوع ده ازاي، موضوع الشغل وانك تدور على شغل والكلام ده، هجاوبكم في الموضوع ده في الفيديو الجاي. هيبقى عن الشغل في انجلترا، فالفيديو الجاي هيكون عنوانه الشغل في انجلترا، وهقول لكم انا عملت ايه في الاول، واول ما رحت اشتغل ايه اللي انا واجهته، وحليت الموضوع ده ازاي، وعملت ايه في موضوع الشغل. هتعرفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. يا رب اكون فدتكم بالفيديو ده. الجو بصراحه تلج، فيا رب اكون فدتكم. السلسله دي مكملين فيها ان شاء الله. ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي فات وشوفوا الفيديو الجاي، هيكون بعنوان الشغل في انجلترا. واعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير يا شباب بقى للفيديوهات دي، ان شاء الله اقدر افيد الناس. وصدقوني والله العظيم انا بعمل الفيديوهات دي يعني عايز اشارك الناس فعلا التجربه اللي انا بعملها، لان ما شفتش حد عملها على حد علمي، وهتبقى افاده عظيمه جدا لاي شاب يعني باذن الله. بس يا شباب، كان معاك احمد سليم، وده الفيديو الثاني في سلسله من الصفر في انجلترا. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.